السلام عليكم. يا ريت يا ميسي تحدد وجهتك عشان احنا اتخنقنا. تبى العاصمة واكبر مدينة وابراج يا سيدي وبوليفارد وسياحة وافخم مدينة تعال الرياض، ولا تبى مدينة ساحلية وتان وكباين يا سيدي وتروح تتشمس انت والمدام تعال على جدة، ولا يا سيدي تبى تكمل في باريس وبرج ايفل وشارل جول والجمهور اللي مو طايقك؟ يا ريت تحدد موقفك يا سيدي عشان داخلين على رمضان وما في وقت. وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. نتكلم شوية عن صفقة ميسي؟ يلا بينا. في البداية كان جمهور الاتحاد واثق بطريقة مو طبيعية انه ميسي راح يجي الاتحاد، وكانت حجته انه ميسي يبغى مدينة ساحلية يا سيد الناس، وانه الاتحاد اعلى حضور جماهيري في الدوري. هذه كانت الحجة اللي بيلعب بيها جمهور العميد، ويقولوا انه الاتحاد تقدم بعرض رسمي الى ميسي، وكان فعلا في نية من النادي انه يوقع مع الاسطورة ميسي. ولكن الى ان جاء امس النغمة اختلفت تماما، بالذات بعد الصافرات اللي اطلقوها جمهور باريس على ميسي. الكل كان يتحدث انه ميسي راح يروح للهلال، والهلالية ما صدقوا خبر وبدأوا طقطق على الاتحادية. ها يا ابويا فين اللي كان بيروح مدينة ساحلية، وفين اللي كان بيروح يتشمس، وفين اعلى حضور جماهيري عندك وريني فين. وخلاص انحسم الموضوع، ميسي هلالي لمدة 3 مواسم الى عام 2026. وطلع مدير المركز الاعلامي في نادي الفتح وقال تخيل يطلب منك اعلان لميسي ايش راح تكون الفكرة، وخلاص الكل كان يتكلم انه ميسي هلالي. صحينا اليوم يا سيد الناس ونزلت صحيفة سبورت الكتالونية خبر اصعق الجميع، نفت كل اللي بينقال يا سيد الناس، وانه ميسي قرر التجديد لعام اخر جديد مع باريس سان جيرمان، لانه باريس بيحط اللمسات الاخيرة على عقد ليونيل ميسي الجديد يا سيدي، وخلاص قاب قوسين او ادنى انه ميسي يوقع. والعقد طبعا فيه امتيازات جديدة وفي عائد مالي أكبر، وأي ارتباط لميسي مع فرق الشرق الأوسط فهو غير صحيح تماما. هذا كلام صحيفة سبورت الكتالونية. فالآن يا صاحبي احنا ما نعرف ميسي حيروح الاتحاد ولا حيروح الهلال ولا حيجلس في باريس، ما حد عارف أي حاجة إلى الآن، ما في أي شيء واقع. وبس هذه الأخبار السريعة اللي بتنقال عن ليونيل ميسي وانتقال ليونيل ميسي. انت ايش شايف يا سيد الناس؟ شايف انه راح يروح الاتحاد ولا راح يروح الهلال ولا راح يجلس مع باريس؟ شاركنا برايك في الكومنت يا سيد الناس. بس لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة. دمتم سالمين.